نرحب بمتابعينا أينما كنتم. اليوم نلتقي في ملف ساخن، ملف جديد. العنوان: العرب والعالم إلى أين؟ هذا السؤال الكبير. حاول خير الدين الدكتور خير الدين خطيب الأمين العام الأسبق لمؤتمر القومي العربي حاول الإجابة عنه، لكن هذا الشاب تدخل بمداخلة نارية أشعلت أفئدة الحضور. لو كنت عارفين بروحك. أنت سمعت المحاضرة اللي قدمها الدكتور، شنو تعليقك؟ فقط في المحاضرة قدمها الدكتور بدا فيما هو في الستينات وفي الخمسينات والقرن الماضي، بما هو استراتيجية حكى على صراع الدول وعلى موقع جغرافي للوطن العربي هو موقع هام جدا، وهذاك ما يخليها كل القوى العظمى في العالم تتوازع على سياسة وعلى انها تكون ذات نفوذ ذات سلطة، إلا أنه فيما بعد يتكلم عن الالتزام بالقوانين المفروضة دوليا، ويتكلم كذلك عن المفاهيم والمصطلحات. ماذا كنت تنتظر من الدكتور؟ كنت أنتظر من النهج الناصري العام، هو النهج الراقد، النهج الثوري، النهج الذي يخاطب الإنسان ويلمس الإنسان قدرات حتى يطالب بحريته ويطالب بتطور وبتقدم وبحقيقته في الوطن القومي الشامل، وبأحقيته ذلك في العدالة الاجتماعية، في العاصفة الهوجاء الليبرالية اللي تجتاحنا كثيرا. كيف رأيت العاصفة الهوجاء الناصرية اليوم؟ للأسف الشديد فيه الناصرية بالفعل. أنا فقط وجدت إنسان ليبرالي قريب جدا من الإخوان المسلمين، لا ينتمي إلى العقيدة الاجتماعية، العقيدة الوطنية تخرج من الشعب وتعود للشعب كما يقول ناصر. الشعب هو المعلم، هو يخاطب معين من الشعب، الفئة المرتفعة من الشعب، الفئة اللي تنتمي إلى القوانين المفروض والقوانين المتعلقة على الوطن. شكرا لك سيدي على شكرا للمتابعين أينما كنتم. سنلتقي مجددا بإذن الله في ملف آخر، وإلى اللقاء. بارك الله.